واحدة جارتي استلفت مني 2000 جنيه من شهرين. أنا مش هقول اسمها احتراما لأبوها الحاج محمود فكري، واحتراما لأخوها عزت اللي شغال في المطار، ويوسف اللي شغال محاسب، واختها فريدة اللي بتشتغل في المصرية للاتصالات. يعني أنا لحد دلوقتي عاملة احترام لعيلتها اللي ساكنين قدام المسجد اللي في شارعنا. أنا هفضل أحسن منك، ومش هفضحك ولا أقول إنك أخدت الفلوس مني عشان تجيبي هدية لحبيبك علي اللي متجوزاه عرفي من ورا أهلك. علي ابن عم صابر صاحب السوبر ماركت اللي في أول الشارع اللي محدش عارف قصة زواجي منه غيري أنا. فرجعي فلوس أحسن، وإلا هقول على اسمك يا ليلى، لأن أنا مش بحب الفضايح وتثر عليك لغاية دلوقتي.